الفيديو ده يبقى غريب، مفيش مونتاج جامد، مفيش تعديلات كتيرة. ده نوعا ما يعني سلسلة عايز أعملها، كنت هسميها انتايتلد انماسترد، بس في حد هيطلع يقول لك انت ازاي مش بتفخر بالهوية وازاي بتتكلم انجليش براحتي يعني. بس رجعت في كلامي عشان مش براحتي قوي فسميتها غير مكتمل. معرفش اكتبها انا ولا لا، اصلا مش عايز امنتج، مش عايز اعمل حاجه يعني. نتكلم النهارده عن الشغف. طلعت في حاجات كتير قوي. الفيديوهات كلها دلوقتي بقت عباره عن ايه؟ ازاي تنجح، ازاي تلوك ان وتعمل مليار دولار في 5 دقايق. ايوه دقايق. اول حاجه هتمسح السوشيال ميديا. حلو حلو، وبعدين هي فعلا ديستراكتنج. طب وبعدين هتعمل ايه؟ هتاخد دش ساقع، وبعدين هتصحى كل يوم الساعه 5 الفجر. انا مش في الجيش ليه هعمل كل ده عشان ايه بقى؟ هو ده عشان تنجح. يقول لك اي حاجه تانية غير انك تنجح، اي حاجه تانية غير الشغل نفسه. يعني انا احترم الفيديوهات اللي هي التقطيعات الموتيفيشن دي، هي ماشي برضه، هي موتيفيشن مش احسن حاجه، وحش في انك تعتمد عليه لانه بيديك بوست لمده يوم يومين ولا حاجه، وبعدين خلاص هتفيص، هو مبقاش فيه طاقه. الفكره ان هو بيديك طاقه زائفه، احساس زائف ان انت بتشتغل. بس احترم الفيديوهات الصغيره دي اللي هي موضوعها هو هدفك. اشتغل، ذاكر، ما اعرفش، اعمل كذا اعمل كذا. ماشي، كلام كليشيه كله، وزي ما قلت طاقه الوقت صغير ووحشه والتحفيز مش احسن حاجه والكلام ده كله. بس على الاقل ده بتتكلم في البادي بتاع المشكله. ده البادي بتاع المشكله. عندك دلوقتي مشكله ان انت عايز تترقى في حاجه معينه، تشتغل فيها كويس، فبيقول لك اشتغل. بيقعد يقول لك كلام بقى من ايه الهدف وازاي عشان تبقى كذا عشان تبقى كذا، مش مستني حاجه. في ساعات على فكره الجمل بتفرق مع الناس وكل حاجه، بغض النظر ان الكلام ده ما بحبش اعتمد عليه. بس هو في حاجات بتبقى منطقيه عادي يعني، هيبدأ باللوجيك. انما اللي بيدمر حياتك ممكن فعلا يعني يقرفك. الفيديوهات بتاعت اصحى واعمل واللايف ستايل بتاعي. لا، اللايف ستايل بتاعي غير اللايف ستايل بتاعي. ممكن اكون فوضوي بس ناجح، وغلط ان انا فوضوي، بس ابقى يعني اترقى في الحته دي او اديفلوب الحته دي بطريقه كويسه. بالنسبه لي انا اللي هظبط نومي مثلا، انا اللي هظبط حياتي، انا اللي هرتب اوضتي، هرتب النظام بتاعي، هرتب كل حاجه. انا اللي هعمل كده مش انت ده بالنسبه لك يقول لك اعمل كذا الساعه كذا يوم كذا، انت اعمل كذا الساعه كذا يوم كذا عشان ده ينفع معاك. الا لو انت بتمثل فدي قصه ثانيه يعني. تلات ارباع يا جدعان الانفلونسرز اللي بيطلعوا يتكلموا على الحاجات دي انفلونسرز، اللي هم بكره كلمه انفلونسرز لان مش بتانفلونس حد. انفلونسرز انا شايف انها تتقال على الناس الناجحين في مجال معين، وان مش شغلانتهم السوشيال ميديا. بنسبه 90% بتبقى شغلانتهم السوشيال ميديا. يعني انت شغلانتك، انت مثلا راجل مخترع وجامد فشخ، فانت بتنفلونس فعلا، لان في ناس بتستنى منك الكلمه، بتستنى منك اللي هو تقول لهم نصايح في الشغلانه دي. ولو قلت نصايح في البيزنس مثلا تبقى انت ناجح، لان انت بيزنس مان ناجح، قلت نصيحه في البيزنس، انت كده انفلونس، انت كده انفلونس حد في مجال البيزنس ده. سواء لو انت كلامك يعني بيتفق معاه 100% او مش قوي يعني، او عادي كلام في اخطاء عادي عشان انت بني ادم برضه من تجربتك. بس بشكل او باخر انت فاهم انت بتقول ايه. حتى انا بحترم الناس دي لما بتطلع تتكلم في الحياه بشكل عام، مع ان الحياه بشكل عام ما ينفعش تاخد من كلام حد، دي تجربتك انت. بس لما بيطلع يتكلم على الاقل ده شخص عمل حاجه، فلما بيطلع ينصحك حاجه في حياتك انت عارف انه انت مش هتاخد بنصيحته 100% لان تجربتك غير تجربته، ولكن هو بيقول الكلام ده بسبب انه نجح في حاجه، هو نجح في حاجه معينه. هو مش بيطلع يهري عليك، مش بيطلع يهبد، لا هو فاهم، هو بيقول لي من تجربته. فكره ان عنده تجربه اصلا دي حلوه، انما انت ما تبقاش قاعد ورا رينج لايت. دي مش رينج لايت، عشان كده انا بقول ما تبقاش قاعد ورا رينج لايت. لما اجيب رينج لايت هو ما تبقاش قاعد ورا اباجوره، فدي اباجوره. ما تبقاش قاعد يعني، ما تبقاش انت شغلانتك ان انت بتطلع تقول للناس ازاي تحسن حياتك. طب انت عملت ايه؟ انا بطلع اقول للناس ازاي تحسن حياتك. انت حسنت حياتك ازاي؟ ببيع للناس ازاي يحسنوا حياتهم. مش شايف ان ده حاجه شريره شويه يعني، فاهم؟ او نجاسه يعني، خلينا نقول لا بس فعلا انت شايف ان انت ده محتواك، بتاكل عيش على انك تبيع امل زائف للناس. لو انت كنت كلت عيش يعني. اكبر مثال على الموضوع ده هو الشخص اللي مش عايز اقول اسمه، لان انا او نقول اسمه، هو شخص عالمي يعني، اندرو تيت. انا بتفق معاه في حاجات قليله فشخ فشخ، بس لما اجي اتفق معاه بلاقي ان هو عامل مليون حاجه غلط، فبرجع ما اتفقش معاه لان انا مش عايز اخد منك راي. هو طبيعي زي اي انسان هيقول حاجات صح وغلط، بس مشكلته ان هو انت عملت ايه؟ محدش عارف الشخص ده. انت شخص ازاي بيبيع لك الرجوله كسلعه، هتمشي معاه، هتمشي مع اللي هو بيقوله. حلو، تعالى بقى انت عملت ده ازاي؟ انت بقيت الشخص اللي انت شايف ان انت ناجح، شايف ان انت
مجتهد، شايف ان انت معاك فلوس كتير فشخ، شايف ان انت بص حياتك كلها تمام. ازاي؟ ماشي يا عم، انا مش هخش في نواياك، مش هخش في نواياك. انت دلوقتي آه نحسبك ان انت بقيت كويس، نحسبك ان انت بقيت ما بقتش تعمل الحاجات اللي كنت بتعملها زمان. بس ده ما ينفيش ان انت اللي وصلت له بنسبة كبيرة هو بسبب الحوار ده. شهرتك عالميا بسبب الحوار الجديد اللي انت بدأته، اللي هو فكرة اللايف ستايل والحياة والنصايح وما اعرفش ايه. بس انت ما بقى انت بدأت النصايح دي بان انا معايا فلوس كتير فانت لازم تسمع كلامي، يبدأ يظهر بعد كده. بس تعال الاول خالص بقى، انا معايا فلوس كتير او انا ناجح او انا عندي نفوذ بشكل ما. من ايه؟ من حاجه بنت 60 كلب. مش عايزين نتكلم في الحوار ده كتير يعني، خش ابحث انت يعني. هو بدأ الحوار ده بحاجه بنت 60 كلب. هاسلز كتيره وحشه، باد هاسلز يعني. اعمال مش كويسه خالص، اعمال كتيره، اعمال مش كويسه. فانت ما تجيش تنصحني بان انت شخص ناجح. مش ناجح، انت مش شخص ناجح، انت شخص فاشل. انت شخص معاك فلوس، شخص معاك فلوس تقول لي معاك فلوس ناجح؟ لا، معاك فلوس مش ناجح. ايه اللي قلته ده؟ معاك فلوس مش شرط تكون ناجح. انت ناجح لو انت معاك فلوس بسبب حاجه معينه. ممكن تكون معاك فلوس عاديه، ممكن تكون عادي باخد مرتب، طب بياخد معاك عندك دخل طبيعي اللي هو دخل الموظف العادي، اللي هو مش غلط ان انت تكون شغال بوظيفه عاديه. عادي. ناس كتير مش بتفضل ده، عادي انا مش بفضل ده. بس ده طبيعي. ده طبيعي. مش ده الطبيعي. الطبيعي انك تعمل اللي انت عايزه اصلا بقى. الطبيعي انك تشتغل شغلانه من 9 ل 5 او تعمل شغل او ده الطبيعي. تمام. الطبيعي اللي هو البرود، الشيء الواسع قوي اللي فيه كل الحاجات دي. فنرجع تاني للاستاذ. هو الفكره ان هو بيبيع لك الحاجه دي بحاجه هو بادئها غلط. يعني انت عشان اسمع منك لازم تكون انت جزء عملت حاجه، تكون انت ناجح. عشان اسمع منك ازاي اطور من حياتي لازم انت تكون شخص حياتك او خليت حياتك حلوه قوي على حاجه زي ما انت بتقوله. انت بتقول نصايح في الحياه، استرجل، ما تشوفش ما اعرفش ايه، ما تعملش ما اعرفش ايه. تعال بقى، انت نجحت بالما اعرفش ايه ده، انت نجاحك كله مبني، انت نجحت بالما اعرفش ايه ده، انت نجاحك مبني على ما اعرفش ايه ده. فانا ما اسمعش منه. غير كده في ناس تسمع منهم على فكره عادي، تم استهلاكهم بشكل كبير. مش هقول اسمائهم عشان ما بقاش برضه بحط بقول لك بطور الحاجه دي عشان لو هو بيقول حاجات غلط ما بقاش انا بقولها. بس بشكل عام محتوى السيلف ديفلوبمنت والتطوير من الذات والكلام المجعلص ده هو مجعلص عشان هم خلوه كده. انما هو الحوار بسيط، حوار شويه موتيفيشن. الموتيفيشن صحي جدا عادي، بس استهلاكه بشكل كبير هو اللي مش صحي. محتاج بس تعرف شويه حاجات في الحياه بشكل عام، من كتب، من اي حاجه كده. وفي درايف هتجيلك غصب عنك، درايف يعني شغف، حاجه هتقودك. والحاجه دي هي اللي هتخليك بشكل عام تبقى شخص ناجح. شغلك هيخليك شخص ناجح، انت اللي هتخلي نفسك شخص ناجح. انا لسه ما وصلتش للمرحله اللي انا اقول لك الكلام ده وانت تقول لي طب انت عملت ايه. لا، انا ما عملتش حاجه. تمام. بص، كل الكلام اللي انا قلته ده عباره عن راي. السلسله دي اللي هي غير مكتمل، بتكلم فيها عن رايي 100%. مش كلامي ده ما تاخدوش ككلام من شخص عنده خبره في الحياه فبيقول لا لا لا، دي حاجه في دماغي، انا بتكلم في حاجات في دماغي. كل الكلام ده ترميه في الزباله، ما تاخدوش اصلا. يا عم بص، هتقولي كل الكلام غلط، كل كلامي غلط عادي براحتك يعني. كل كلامي غلط، ولو في جزء منه سطر منه اللي قلته ده صح فهو مش صح، هو ده رأيي. ممكن انت تعتبره صح، ممكن تعتبره غلط. بس يعني كنت عايز ازود على الحته دي برضو. كنت بتكلم عن الانفلونسرز. بص يا ابني، ما تبقاش شغلانتك ان انت بتطلع ترقص وتقول لي النجاح وازاي تنجح. لما تطلع تلند مثلا، تلند في يجيلك كامبين شركه معينه وتقول لي هو ده النجاح وانا كده نجحت وانا كده اديك نصيحه في الحياه. لا، انت لا شيء. انت لا شيء. كون ان انت طلعت رقصت شويه، طلعت عملت تيك توكس اللي هي بتاعت تقعد تكتب كابشن. تكتب كابشن فوق وتقعد تعمل كده او ما تعملش كده، تكتب كابشن ساوند وتليب سينك على الساوند. انا كده فشيخ، انا كده تيك توكر، انا كده صانع محتوى. بص على الحلقه اللي فاتت، انا معرفش هتبقى هنا او هنا لو عايز تعرف انا قصدي ايه يعني. انا ما عنديش مشكله انك تعمل كل ده. اعمل اللي انت عايزه يا عم، النت ده مكان مفتوح، اعمل اللي انت عايزه طالما انت في حالك وما بتعملش حاجه غلط. بس ما تاخدش ده على انه شيء، هو مش شيء، هو هلس.
انا لو في يوم من الايام عملت الحاجات دي هيكون هلس، يعني لو نزلت فيديو هيكون هلس، بس انا عارف انه هلس ما اطلعش اقول لك ده الريفرنس. بص انت اعمل محتوى بجد، انا بقولش ان انا برضو اللي هو بعمل محتوى فشيخ، انا ما بعملش حاجه، انا برضو فيديوهات صغيره عبيطه كده بحاول اعمل اي حاجه وانا فاضي يعني. بس اعمل حاجه بجد، لو بتتكلم عن المحتوى مثلا اعمل كونتنت بجد مثلا واطلع قول لي كذا، اعمل شغل انت بتتكلم على البيزنس بس انت مش بتاع بيزنس، عادي اتكلم على البيزنس مش بتاع بيزنس، بس ما تجيش تقول لي انا بيزنس مان ناجح، انا بس اعمل حاجه صغيره، اعمل حاجه ولو قليله بس تثبت ان انت بتفهم في الحاجه دي، واطلع قول لي نصايح في الحياه. ما بقولكش الكلام ده على الانتقاد، يعني طلع لو في ناس تقول لك انت ما بتنتقدش فيلم او ما بتنتقدش الاغاني او ما بتنتقدش كذا غير لما تكون انت بتعمل الفيلم ده، لا مش لازم تصور عشان تنتقد الفيلم، بس ما بس في نفس الوقت هو مش هيطلع يقول لك انا افشخ واحد في مجال الافلام، لا هو هيقول لك انا بتكلم عن الافلام حلو، ساعتها تتفق وتختلف معاه بس هيقول لك كده. المحتوى مشكلته ان هو بيطلع كلامك في الحياه بقى. بص يا ابني، هو حتى ما بينتقدش حاجه، ما بيعملش محتوى قائم على حاجه، هو بيعملش اي حاجه، مش اي نسخه، هو بيعملش اي حاجه، هو طالع يهزها حرفيا، بيقول لك بص هو ده المحتوى. طب يا ابني يا ابني انت ما بتعملش حاجه، اللي بتعمله ده لا شيء، لا هو انا كده نجحت في الحياه. والناس الحقودين اللي بيحاولوا يوقعوني بيحاولوا يقولوا لي كومنتات سلبيه، لا هم مش حقودين، هم انت عبيط انت عبيط مش اكتر، هم شايفينك عبيط فبيقولوا ان انت عبيط، لان انت طالع، هو انت ما كنتش في حالك، لو انت في حالك وحد دخل شتمك شتيمه مش انتقاد اللي هو يا ابني انت اللي انت بتعمله ده عبط مثلا، لو بيتكلم عن انت بتعمله ما بيتكلمش عليك، بس لو حد دخل شتمك بدون سبب انما لو انت طلعت تتكلم في حاجه ودخل حد دخل شتمك تقول مثلا آه انا بقول لك نصيحه عشان تبقى ناجح في حياتك زيي، فلو انت عملت كده وحد دخل شتمك اشتمه غلط، بس هو شتمك لسبب مش مبرر بس سبب، انت طالع تنصح ناس في حاجه في الحياه، لو طلع انتقدك فهو مع حق 100% بقى. انا طولت كتير في الحوار ده، ما اعرفش لو السلسله دي عجبك واكمل فيها، ما اعرفش او ما اكملش، ما اعرفش يعني، بس هي حلوه يعني اعتقد. اسف على الصوت، بس انا كنت بصراحه عايز اصور الفيديو باي شكل فكسلت اظبط المايك اظبط اي حاجه يعني، كده كان المايك انا لسه عايز اجيب له كابل فلسه لازم نظبط الدنيا دي، ويلا يلا يلا.